في سؤال ظل يتكرر براسي لسنوات، وهو كل ما ذكر محتوى السفر يتربع اسمين على هذا المحتوى. وهو جو حطاب وابن حتوتة، ملاجئ الجنود اليابانيين في الحرب العالمية الثانية. Is it common to hunt them؟ فالاثنين يسافروا والاثنين يصنعوا محتوى سفر، بل انه البعض اصلا يحطهم بنفس التصنيف. ولكن كلما قرأت التعليقات اكتشفت شيء غريب، ان هناك في ناس ما يفوتوا اي فيديو لجو حطاب، ولكن بنفس الوقت ما يشاهدوا اي فيديو لابن حتوتة. وفي المقابل في ناس اصلا ما يفوتوا اي فيديو لابن حتوتة ويستنوه متى ينشر فيديو على طول يدخلوا يشوفوه، ولكن في المقابل ما يهتموا باي فيديو ممكن ينزله جو حطاب، رغم ان الاثنين يصنعوا نفس تصنيف المحتوى، محتوى سفر. فيا ترى ليش يختلف جمهورهم الى هذه الدرجة؟ هناك تجربة بسيطة خلينا ممكن نقوم فيها، وهو ان احنا نشغل فيديو ولكن نخفي اسم صاحب القناة ومقدم هذا الفيديو. ففي الغالب ما بتحتاج اكثر تقريبا من 30 ثانية، عاد 30 ثانية كثير يمكن عشان تعرف انه هذا الفيديو هو لجو حطاب او لابن حتوتة. The land of fire and ice and waterfall. وأمن دولي بالعالم. والله أجواء الجزر صراحة لا يعلى عليها. شوفوا لي هالجو الحلو، شوفوا لي هالبحر، الخضار. هذا هون البرلمان يا جماعة. تحياتي للبرلمان العزيز. مش لأنه الشعار ظهر ولا لأنه الاسم كتب على الفيديو، ولكن لأنه لكل واحد منهم لغته الخاصة في صناعة هذا المحتوى، لغة خاصة في التصوير، لغة خاصة في تقديم المحتوى، ولغة خاصة حتى في إنه يخليك تكمل الفيديو. وهنا أعتقد السؤال اللي يتبادر للكل إنه طالما الاثنين يقدموا نفس المحتوى ومحتوى سفر، لكن ليش إحنا لما نشاهد المحتويين نشعر وكأننا نشاهد محتويين مختلفين تماماً عن الآخر؟ ابن حتوتة شاب أردني بدأت عنده هوايات السفر والتصوير، حمل كاميرته وبدأ برحلته في عالم التصوير والفلوجات على اليوتيوب. شو بتاكل هون في وسط البلد من الصبح لبالليل ب7 ليرات؟ الأربع حبات طلعوا ب60 قرش. والله هذا المنسف. صباح الخير وأهلا فيكم بحلقة جديدة من سلسلة شو ممكن تاكل من أكل الشارع ب10 دولار. اليوم وقرر إنه يشوف العالم بعينه، ومع الوقت صاروا الناس يدخلوا عشان يتابعوا ابن حتوتة، مش عشان يشوفوا البلد ولكن عشان يشوفوا ابن حتوتة كيف ممكن هو يشوف هذا البلد بعينه، وكيف ممكن يتعامل مع البلد والأحداث اللي ممكن تحصل معاه خلال الرحلة اللي هو يقوم فيها. هذا فعليا أغرب مكان بتخبى فيه من المطر، سيارة مفجرة. كيف بيرتبك، كيف الأمور ما بتضبط معاه، كيف بيضحك وكيف بيواجه الأحداث اللي ممكن تصير معاه. وأعتقد أن هذه النقطة هي اللي بنت العلاقة بين ابن حتوتة وبين جمهوره، لأنه لما تسافر مع ابن حتوتة أو بالأصح لما تشوف فيديوهات ابن حتوتة تعتقد أنه أنت للحظة أنه أنت تسافر مع صديقك، مش مع مقدم برنامج أو مقدم وثائقيات، أو بل مع شخص أخذك معه ورحتوا في رحلة سوا، واجهتوا المصاعب والمشاكل والأحداث اللي ممكن تحصل الغير متوقعة في هذه الفيديو. ولهذا حتى اللحظات العادية البسيطة تصبح كمان ممتعة. تتساءلوا ليش أنا لابس بلوزة تحت القميص؟ بكل بساطة لأني امبارح انشويت. يعني إذا بتشوفوا إيدي تحت البلوزة هون، يعني فيش داعي تشوفوا المنظر. لوهلة راح تشعر إنها كيب تاون في جنوب أفريقيا. كلها داخل فوهة بركان. هي عدن، مدينة العريقة. اوكي احنا وصلنا على الساحل، بحر العرب، تمام. هون الصومال، سقطرى. طلعوا البحر هذا مش ملموس. حاولوا توصلوا هذا الفيديو ل 300,000 لايك. ولكن جو حطاب قصته مختلفة قليل. البعض على فكرة من متابعين جو حطاب يعتقد أن جو حطاب بدأ بنفس الأسلوب هذا، لا بالعكس، جو حطاب بدأ بأسلوب مختلف تماماً. فبدايات جو حطاب كانت أقرب تماماً للفلوجات، بالأصح كانت فلوجات أصلاً. بتشوفوا راح كوريا، راح اندونيسيا، راح تايلاند، وبيتكلم مع الناس ومع اللي ساكنين عنده، وكلام عادي، وين نروح وين نطلع. How to pronounce your name, Vivan? Vivan. Vivan. I'm Joe. I'm Jihad actually, but they call me Joe. Jihad. فلوجات حرفياً. وحتى كان في بدايات فيديوهات جو حطاب
الأول لو بترجعوا تتابعوه مكتوب فلوق 1 فلوق 2 فلوق جدة، مكتوب حرفيا بهذا الاسم. فكان يشارك حرفيا يومياته، صحيت من النوم، قمت، رحت جدة، رحت المول، رحت مش عارف وين، مثل بقية الصانعين المحتوى حين في هذاك الوقت. لكن يوم بعد يوم بدأ الأمر يتغير تماما مع جو حطاب. فصار ما عاد يروح يصور الأماكن، بل صار يروح يصور القصة اللي موجودة في المكان. في المدينة، في العاصمة، لها قصة هاي الدولة. أرض الجليد والنار، أرض البراكين، دولة كاملة عبارة عن بستان، في كل مكان تقدر تاخد صورة. جزيرة البراكين النشطة، الرمل السوداء. ايسلند هي أكبر جزيرة بركانية على الأرض. The land of fire and ice and waterfall. وأمن دولة بالعالم هي أيسلند. ايس اند فاير. ومع كل سنة من استمرار جو حطاب بالإنتاج صارت القصص تكبر وتطور، وصارت أكثر ومختلفة ومتنوعة، والكثير من القصص صار وكان وما زال يرويها جو حطاب. ولكن الرحلة اختفت. واقصد بهنا كلمة الرحلة اختفت تدريجيا، انه صار ما عاد يكلمك بالاسلوب الفلوقات اللي كان متعود هو، او نقدر نقول اللي بدأ هو فيها. حتى وصل جو حطاب الى الاسلوب اللي احنا نشوفه اليوم. فلم يعد البطل هو المدينة ولا الفندق ولا رحلة الطيران، ولكن الانسان نفسه صار هو بطل هذه الحكاية. واصبحت الرحلة هي فقط مجرد وسيلة للوصول لهذه الحكاية. هاي عدن، مدينة التاريخ والجغرافيا، بموقعها الاستراتيجي اللي جعلها مطمع لكل طامح بالسيطرة على منافذ التجارة العالمية. وهنا بدأت أنا حرفياً أعرف الفرق الحقيقي بينهم. فلما تشوف فيديوهات ابن حتوتة تشعر أنك حرفياً ترافقه بالرحلة، ولكن لما تشوف جو حطاب تشعر أنه ياخدك داخل قصة طويلة مليئة بالأحداث. فابن حتوتة يجعل الرحلة هي الحدث، ولكن جو حطاب يجعل الرحلة هي الوسيلة أنه يوصلك إلى هذه القصة. فأنت كمتابع لابن حتوتة مثلا قد تذكر المواقف اللي حصلت خلال هذه الرحلة، ولكن كمتابع لجو حطاب تتذكر أنت دائما القصة اللي رواها جو حطاب في هذا المكان، وأبدا ما تتذكر الرحلة وإيش قام من الرحلة والطيران والفندق وهذه الحاجات. لذلك أنا تأكدت أنه مفيش واحد منهم أفضل من الثاني، كل واحد منهم يخاطب رغبة وذوق مختلف عند المشاهد. ولكن هنا ظهر سؤال آخر ومهم، هل اللي تغير هو جو حطاب أم إنه نحن الجمهور اللي تغيرنا؟ فقبل سنوات كان المتابع يكتفي فقط إنه يشوف مكان جديد، جو جديد. أما اليوم أشعر إن الناس والمتابعين لا يبحثوا فقط عن المكان، ولكن يبحثوا عن القصة، عن الإنسان، عن الحدث اللي حصل في هذا المكان. وأعتقد هذا السبب اللي يخلي الفيديوهات الوثائقية تلقي اهتمام أكبر من النوع الآخر من فيديوهات السفر. ولكن في النهاية أنا أقول لكم الصراحة يبقى هذا مجرد تحليلي الشخصي ومنظوري الشخصي، وليس شيء ينطبق على الجميع. ولكن في خلال رحلتي في أننا أحاول أكتشف جو حطاب وابن حتوتة وما يحصل بينهم، اكتشفت أيضا شيء عن نفسي أنا، بأن أنا مريت بمرحلة صعبة جدا. أنا جلست أقرب يمين، أقرب الأسلوب حق جو حطاب، وجلست أقرب الأسلوب حق ابن حتوتة، قربت هنا وهنا وهنا وكنت تايه. لكن متى وجدت نفسي؟ لما اكتشفت أنه هذه اللي أنا المرحلة اللي مرت فيها مر فيها كل صناع المحتوى، انهم كانوا يتاثروا بكثير من صناع المحتوى اللي حواليهم الى ان تبلور المحتوى او تبلور الاسلوب او الستايل الخاص فيه. فلذلك حين تبلور الاسلوب الخاص بي انا كايزو، لدرجه انه اللحظه بديت اشك هل انا فعلا في هولندا او اننا عدت مئات السنين للماضي. يا ترى ليش يعيد هذا الشعب هذه اللحظات التي يتمنى أي إنسان إنه ما يعيشها مرة أخرى؟ واليوم عندي مهمة واحدة، أنا بحاول أكتشف إيش السر وراء هذا العمل اللي يقوموا فيه. فبالبداية نتأثر بالأسلوب اللي إحنا نحبه، بالأسلوب اللي إحنا نعشقه، بالأسلوب اللي إحنا ندمنه، ونتعلم من هنا ونتعلم من هنا. لكن صدقونا المرحلة الفاصلة هي الاستمرار. فإذا استمريت توصل إلى تبلور الأسلوب الخاص فيك. وعلى فكرة هذا الأسلوب قد يكون قريب من شخص آخر يقدم نفس المحتوى، لكن صدقنا
بصمتك بتضل موجودة، وبيظلوا الناس يبحثوا حرفيا عن هذه البصمة اللي هم بيستمتعوا فيها، لأن في النهاية أنت حتوصل لبصمتك، لكن متى بتوصل؟ إذا حرفيا أنت استمريت، إذا استمريت في تقديم المحتوى، واستمريت في التطور، واستمريت في التعلم، بالنهاية بتوصل إلى تبلور ستايلك الخاص فيك. واليوم عندي مهمة واحدة. ايش السر وراء هذا العمل اللي يقوموا فيه؟ فبعد سنوات من مشاهدة الاثنين سواء جو حطاب أو ابن حتوتة، فما أعتقدش أنه الفرق الحقيقي بينهم سواء الكاميرا أو السفر ولا حتى المونتاج، ولكن الفرق بينهم من السؤال الأول الذي يبني عليه كل واحد منهم فيديوهاته ويسأل نفسه قبل ما يسافر. ابن حتوتة يقول بشكل غير مباشر تعال وسافر معي، أما جو حطاب يقول تعال خلينا أحكي لك حكاية وقصة المكان اللي أنا بروح له. ويمكن هذا السبب الرئيسي اللي خلى جمهور كل واحد منهم مختلف تماما عن الآخر. قد أكون على صواب على فكرة، قد أكون أصلا مخطئ، ولكن هذا التحليل اللي أنا وصلت له بعد سنوات من متابعة الاثنين وعشقي لمتابعة فيديوهات السفر والترحال، وكمان بعد ما صرت أصلا أنا صانع محتوى سينمائي على اليوتيوب. فلذلك أنا سؤالي هنا لكم، أنتوا تشوفوا أسلوبي قريب لجو حطاب أم أقرب لابن حتوتة؟ ولكن مشيش إجابة فقط لمن أنا أقرب، بل ليش. شوفوا فيديوهاتي وحابب ان انا اسمع رايكم حرفيا، وكمان حابب اسمع رايكم بالتعليقات. هل انت من جمهور جو حطاب ام انت من جمهور ابن حتوتة؟ اعتقد هنا الاجابات مهمه جدا، وانا بتابع كل التعليقات الصراحه. من يعلم ممكن تكون هي الشراره او الفكره لمحتوى انتم كمان تحبوه. على فكره اللي ما شافش الفيديو الاخير تبعي شوفوا واكتب لي رايك في التعليقات بخصوص هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس عشان ما تفوتكم الفيديوهات والرحلات القادمه، وكمان حطوا لي تعليق رائع بعيدا عن الاجابات، دعوا منكم نصيحه او حاجه انتم حابين انه تقولوها لي. سلام.